الإسلام مصدر أساس لتشريع وبناء الجامعة في تونس العاصمة، والدفاع عن الهوية الإسلامية في تونس، تأمين الثروات الوطنية، مكافحة الهرب الجبائي والمواسم الوطنية للهرب الجبائي تقام 3.5 مليار سنويا. هذا الهرب الجبائي تمول بها ميزانية الدولة وبرنامج الحزب. برنامج حزب الإرادة الشعبية دراسة سعد البرقوق مؤسسة الدكتور محمد عيش محمد. تكليف ديوان الزكاة لمساعدة الناس في كل مجالات كل القطاعات. ديوان المدائن تكون مفروضات تساعد الناس في كل مجالات كل القطاعات. قانون عدد 32 الذي لم ينفذ لحد الآن سوف ينفذ عهد حزب الإرادة الشعبية إن شاء الله. وكذلك اهتمام بصغار الفلاحين واهتمام بإعادة وشد ديون صغار الفلاحين وهو شد ديون صغار الفلاحين. وكيف نحن نتعشى به مرة أخرى. والحل الوحيد هناك الناس عندها ديون وغير قادرة على تسديدها، وبالتالي الحل الوحيد هو أنه تقوم بانتخاب حزب الإرادة الشعبي إن شاء الله برئاسة السيد حسن مرقوب مؤسس الدكتور محمد عيش محمد في الأسبوع القادم. تم مفاجأة عن قريب مفاجأة إن شاء الله عن قريب تاع الحوار الوطني. تم التوقيع على انتخاب رئيس القائمات متناسب بين المرأة والرجل إن شاء الله. ومش نكون موجودين إن شاء الله في الانتخابات هذه. بطريقة سوف قائمة حزب الإرادة الشعبية من برئاسة السيد حسن مرقوب مؤسس الدكتور محمد عيش محمد تنتخبون في جندوب وفي كل ولايات جمهورية تونس. ودعوا المنتخبين إلى انتخابنا في انتخابات والمواطنين ما عندهمش بطاقة تعريف ويصبحوا معنا 18 سنة. أدعو من الحصول على بطاقة تعريف والتسجيل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحصول على بطاقة ناخب. خاطر نحن كاتبين شروط عمره 18 سنة وعنده بطاقة تعريف وعنده بطاقة ناخب وينتخب حزب الإرادة الشعبية رئاسة السيد حسن مرقوب ومسؤول الدكتور محمد عيش محمد لتحقيق هذه الأهداف. كيف عندنا تأمين الثروات الوطنية، مكافحة الفساد، ونحن عندنا البترول وكذلك البترول موجود في معدن موارد الجمهورية التونسية وثانية شركة الدولة التونسية وإذا كان الله لكن الشعب التونسي والشركة الأجنبية عندهم نسبة 0%. بينما للدول الأجنبية الأخرى يقولوا تم بترول ويتم وهناك بس تقرير بس الجيولوجي الأمريكي يؤكد رسميا وجود تونس دولة بترولية ونوعية البترول في تونس هنا نفط يعني كاليتي تاع الطيران معناتها تقرير رسمي تاع الجيولوجي الأمريكي عملوه أكدوا أن تونس تصبح فوق حقل نفط. وهذا معلومات مؤكدة مش معناتها استهزاء ولا حاجة، هذه حقيقة معناتها. لكن الدولة التونسية تخفي المعلومة على الشعب التونسي. عندنا الذهب في هنا في جندوبة في الطاقة الجوهرية كيف منجم كفقة منجم كفقة في الطاقة الجوهرية قالوا غير مجدي اقتصاديا. ثم 4 مناطق في الكفقات، منطقة فيها 0.5 جرام من الذهب، منطقة أخرى فيها في نفس المكان 1 جرام من الذهب، ومنطقة ثانية فيها 2 جرام 2 جرام من الذهب، والأخرى منطقة فيها 4 جرام من الذهب. على منجم كفقات فيها 4 جرام من الذهب. هذه معلومة متأكد منها شخصيا. وفيها شركة بدون الأسترالية اكتشفوا الذهب من كفقات جندوب. بالتالي هذه المعلومات موثقة. كيف لحد الآن لم يستغل لحد الآن. نحن أدعو أهل المنطقة الجوهرية نمشي تحت قائمة حزب الإرادة الشعبية رئاسة السيد حسن مرقوب الدكتور محمد عيش محمد لاستغلال الموضوع إن شاء الله. منذ قليل سمعنا أخبار أمس قالت سيدي حمد محمد في جندوبة من وقت
احتجاجية حول التاريخ ودور التاريخ. تواصلت مع شخص، مع واحد مسؤول من المحتجين اسمه السيد هاني. تحدثت معي أو تواصلت معي، وهو مشارك في وقت احتجاجية في قرية سيدي محمد اسمه هاني. اتصلت به أنا شخصيا وأنا أعرفه السيد هذا، وهو من قرية سيدي محمد لإعادة الوقت الاحتجاجي. اليوم نسبته في وسائل الإعلام ومشارك في وقت الاحتجاجية هذا. وأنا اتصلت معي وقدمت الإرادة الشعبية السادسة مؤسسة وتواصلوا معي. والفرنسي إسام بركوبي. مش تعرفوا المعلومات، تعرفوا نشاط الحزب إن شاء الله، ودي تواصلوا معنا. الفيديو هذه سيدي محمد تم معاكم وعندكم الحق، وهذا الشكل بريء للمسؤولية من 2011 إلى حد الآن، وهذا دليل على ذلك. وإن شاء الله قدرة ربي نزوركم على خير إن شاء الله. ونحن برنامجنا يستجيب مع مطالبكم على كل حال. ممثل حزب الرياضة الشعبية السيد سامر بومسي إن شاء الله ديما نحن نقدم برنامج لكم معدلين على برنامج الانتصاب الشهري بشرط التقارير على لكم برنامج السحب المجاني بشرط التقارير وتوفير العلاج المجاني والتقارير بشرط إن شاء الله في إعادة حزب الإرادة الشعبية برئاسة ناصر مركوبي ومؤسسة الدكتور محمد راشد محمد ساوي ناخذ فيه تشغيل كافة العائلة المحتاجين في قرية سيدي محمد. كل واحد منكم معناتها باش يخدم القانون هذا. القانون المشهد السياسي في تونس. فإن شاء الله نحن نقدم مقترح تخطيط القانون الانتخابي على أساس القائمات، مش على أساس الفرد المتو، على أساس القائمات ونسب بين المرأة والرجل. ونحن مقدمين معناتها تعيين السيد شكري الشغاري رئيس الحكومة باخذهم وذلك القانون. وإن شاء الله نختاروا من أبناء منطقة قرية سيدي محمد أنه يترشحوا معنا في القائمة، ونقابلكم ونحكم معاكم ونترشحوا معنا في القائمة ومعناتها في الانتخابات التشريعية. وإن شاء الله قلت ربي يكون عندكم ممثل قرية سيدي محمد في قائمة حزب الإرادة الشعبية في مجلس النواب في ولاية جنوب إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله نتقابلوا على قريب في قرية سيدي محمد. وحيكم تهاني قرية سيدي محمد إن شاء الله.